النهاردة هنعمل بسبوسة الحلواني المرملة اللي بتدوب دوبان. انسوا بقى ان البسبوسة تفشل معاكم تاني او تطلع ناشفة او مش بتتشرب الشربات. النهاردة بقى هنعمل البسبوسة بكل تفاصيلها وهتطلع معاكم ناجحة ومظبوطة من اول مرة. هنحل بقى كل المشاكل اللي هتقابلنا في عمل البسبوسة. اهم حاجة بقى تمشي على الخطوات والمقادير بالظبط اللي هقولك عليها في الفيديو عشان البسبوسة تطلع معاكي ناجحة ومظبوطة. شايفين بقى يا جماعة البسبوسة شكلها عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم كمان يا جماعه ان دي طريقتي وكانت حصريه على قناتي التانية. الفيديو محقق ملايين المشاهدات وتجارب كتير ناجحه، وده طبعا بشهاده كل اللي جربها. هسيب لكم كمان لينك الفيديو في اول تعليق مثبت عشان لو حابين تتاكدوا بنفسكم. ما تنسوش بقى قبل ما نبدا تدعموني بلايك كتير، ويلا بينا نشوف الطريقه والمكونات على طول. اول حاجه واهم حاجه عشان نحضر البسبوسه، الطبق اللي هنشتغل فيه لازم يكون ناشف تماما ومفيهوش ولا نقطه ميه. وعشان نحضر بقى البسبوسه هنحتاج كوبايتين من دقيق السميد. انا بستخدم دقيق السميد متوسط، الحبه بتاعته تكون متوسطه بالشكل ده، مش ناعم ولا خشن. في نقطه بقى مهمه جدا يا جماعه لازم تعرفوها، لما تمسكي بقى دقيق السميد في ايدك المفروض ما يسيبش اثر بودره بيضاء، كده تعرفي انه نضيف ومش مغشوش. يبقى هنا معايا كوبايتين من دقيق السميد. عايزه اوريكم برضو النوع اللي انا بستخدمه. انا بحب استخدم النوع ده، النتيجه بتاعته حلوه جدا. ده دقيق السميد خام مش مخلوط باي حاجه خالص. لو مش متوفر بتستخدمي دقيق السميد السايب الموجود عند العطار. هنزود على دقيق السميد نص كوبايه من السكر. السكر كمان نسبي، يعني تقدروا تقللوا كميه السكر عن كده، تستخدموا بقى ربع كوبايه سكر، تلت كوبايه، تحطوا معلقتين سكر بس، يعني براحتكم. وهنزود كمان نص معلقه صغيره مش مليانه قوي من البيكنج باودر، نص معلقه تكون بالشكل ده. نقلب بقى كل المكونات الجافه دي مع بعض كويس جدا، وبعدين هنبدا نضيف السمنه. هنحتاج لنص كوبايه من السمنه. السمنه اللي بستخدمها بتكون سمنه سايحه او بحراره الغرفه. ما ينفعش بقى نستخدم سمنه تكون سخنه ولا سمنه بارده متجمده. السمنه يا اما تكون بحراره الغرفه او سمنه سايحه بالشكل ده. نقلب بقى السمنه كويس جدا مع دقيق السميد لحد ما دقيق السميد يتغلف كله بالسمنه ويبقى شكله كده عامل زي الرمله المبلوله. نقلب بايدينا بقى او بالسباتولا. اهم حاجه نوصل للقوام اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. انا باخد دقيق السميد بين ايديا وببدا ابسه بالشكل ده. انا عايزه كل مكان في دقيق السميد يتغلف كويس جدا بالسمنه. الخطوه دي بقى يا جماعه مهمه جدا عشان هي دي اللي بتدينا الترميله الحلوه اللي بندور عليها في البسبوسه. شايفين دقيق السميد بقى شكله عامل ازاي؟ عامل زي الرمله المبلوله. دلوقتي بقى هنضيف معلقتين كبار من عسل النحل. تقدروا كمان تستبدلوهم بشربات الحلويات التقيل، ولو مفيش عسل نحل او شربات حلويات تقيل تقدروا تستغنوا عنه خالص. في الخطوه دي بقى بنقلب كويس جدا كده لحد ما نتاكد ان العسل اختلط كويس مع باقي المكونات. انا هنا ضفت العسل على دقيق السميد على طول. لو مش حابين بقى تعملوا الخطوه دي تقدروا تدوبوا كده العسل مع اللبن. في كل الحالتين النتيجه بتطلع حلوه. ونقلب بقى كويس جدا لحد ما نتاكد ان العسل اختلط مع باقي المكونات وملهوش اي اثر خالص. وبعدين هنبدا نضيف اللبن. معايا هنا نص كوبايه من اللبن او الحليب. الحليب اللي بنستخدمه اهم حاجه يكون بحراره الغرفه، يعني ما ينفعش نستخدم حليب ساقع خارج من التلاجة ولا حليب ساخن. وبعد اضافه الحليب كمان ما بنقلبش كتير، يدوب بس تقليبتين 3 بالشكل ده. ما نبالغش في التقليب لان البسبوسه لو اتعجنت هتطلع ناشفه ومش هتتشرب الشربات. يدوب بس تقليبتين 3 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنوقف تقليب خالص. ودي بقى اهم خطوه في البسبوسه كلها، لان هي دي اللي بتوقف عليها نجاح او فشل الوصفه. يبقى ما نقلبش كتير عشان لو قلبنا البسبوسه هتطلع ناشفه ومش هتتشرب الشربات. البسبوسه كمان لازم القوام بتاعها يكون سميك بالشكل ده. دلوقتي هنجهز صينيه مقاس 28 او 30 لو حابين سمك البسبوسه يكون ارفع شويه. ندهنها كويس جدا بالسمنه وهنوزع فيها خليط البسبوسه بالشكل ده. في الاول كده بوزع البسبوسه بالسباتولا، وبعدين هبدا ان انا اسويها بايدي زي ما انتوا شايفين كده. وفي الاخر خالص بحرك بقى الصينيه شمال ويمين عشان البسبوسه كلها تتوزع في الصينيه بالتساوي وما يكونش في مكان عالي ومكان تاني واطي. وبعد ما بنخلص هناخد البسبوسه عشان نسويها على طول. هندخل البسبوسه فرن سابق التسخين على درجه حراره 200. نشغل الفرن قبلها عشان يسخن بحوالي 10 دقايق. نحطها في الرف الوسطاني والفرن يكون شغال من تحت بس. وزي ما قلنا الفرن هيكون شغال على درجه حراره 200، يعني درجه حراره عاليه. هتاخد معانا في الفرن حوالي 25 دقيقه وبنلاقيها استوت. في الاخر خالص لو ما اخدتش لون ذهبي من فوق بنولع عليها عشان تاخد لون ذهبي من فوق. واثناء ما البسبوسه بتستوي تعالوا نحضر الشربات. البسبوسه طبعا بتحتاج شربات يكون خفيف وساخن. هنجهز حله او كسرولة وهنحط فيها كوبايه ونص من السكر، وهنزود عليهم كوبايتين من الميه.
وبدون اي تقليب خالص هناخد الخليط ده نرفعه على نار متوسطة، واول ما يبدأ في الغليان هننزل عليه بعصير نص ليمونة. بعد كده بنهدي عليه النار شوية وهنسيبه على النار لمدة 10 دقايق بس. طبعا زي ما قلنا يا جماعة البسبوسة بتحتاج شربات يكون خفيف وساخن. شربات البسبوسة كمان ما بيضافلوش لا عسل نحل ولا عسل جلوكوز، لأنه شربات خفيف ما بيسكرش. نسيب بقى الشربات على النار لمدة 10 دقايق بس. آخر حاجة بقى بنطفي النار وهنديله نص معلقة صغيرة من الفانيليا أو ظرفين من الفانيليا. شايفين قوام الشربات عامل ازاي؟ القوام لازم يكون خفيف بالشكل ده. نقلب بقى الشربات مع الفانيليا كويس، وهنا البسبوسة بتكون استوت. نخرج البسبوسة من الفرن وهي لسه سخنة وهنسقيها بالشربات الخفيف الساخن. يبقى البسبوسة سخنة والشربات يكون خفيف وساخن. شايفين ما شاء الله البسبوسة بتتشرب الشربات بسرعة جدا، معنى كده ان هي ناجحة ومظبوطة 100%. شايفين بتتشرب الشربات بسرعة جدا. هتاخد بقى كل كمية الشربات اللي احنا عملناها، بعد ما نسقيها بقى بالشربات كده نغطيها بصينية تانية او بورقة فويل ونسيبها متغطية لمدة 5 دقايق بس. وبعد 5 دقايق بنشيل الغطا من عليها عشان بخار المية ما ينقطش على البسبوسة ويطري وشها. نستنى بقى على البسبوسة لحد ما تهدى شوية كده، وافضل حاجة ان انتوا تعملوها بالليل وتقدموها تاني يوم الصبح، بتبقى احلى واحلى. عايزه اقول لكم بقى ان انا بقطعها كمان وهي كانت لسه دافيه شويه، وبتطلع بقى متماسكه، يعني القطعه بتطلع سليمه كده مش متفتته خالص. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ بسبوسه طريه ومرمله وشاربه الشربات وطعمها بجد رهيب. لان دي انجح واسهل طريقه هتعملوا بيها البسبوسه. الطريقه زي ما شفتوا معايا كده سهله جدا، خطواتها كلها بسيطه وما فيهاش اي تعقيد خالص، والنتيجه بقى بتطلع معاكم زي ما انتوا شايفين كده، بسبوسه طريه ومتشربه الشربات وطعمها يا جماعه في منتهى الجمال. وكمان لو اول مره هتعملوها بالطريقه دي هتنجح معاكم وهتطلع مظبوطه من اول مره. واهم حاجه بقى في البسبوسه ان هي كمان تستوي على نار عاليه عشان ما تنشفش. نمشي بقى على الخطوات والمقادير بالظبط، وانا متاكده ان هي هتطلع معاكم مظبوطه وناجحه من اول مره. واهم حاجه كمان يا جماعه عشان البسبوسه تطلع معانا ناجحه ومظبوطه، اننا ما نقلبش كتير بعد اضافه اللبن، يا دوب بس تقليبتين 3 كده عشان نجمع المكونات على بعض ونوقف تقليب خالص. وشربات البسبوسة كمان لازم يكون خفيف وساخن، وأول ما نخرج البسبوسة من الفرن وهي لسه سخنة نسقيها بالشربات الخفيف الساخن. وأفضل حاجة كمان إننا نقدمها بعد حوالي كده 5 ساعات أو بعد ليلة كاملة، بتكون اتشربت من الشربات كويس وبتطلع معانا أحلى وأحلى. هتجربوا البسبوسة بالطريقة دي وأنا متأكدة إن هي هتطلع معاكم ناجحة ومظبوطة من أول مرة. متنسوش بقى تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات على الفيديو. ان شاء الله كمان هسيب لكم كل المكونات بالكوبايه وبالجرامات مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. ولحد هنا وصلت لنهايه الفيديو. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه باسم مروه الخطيب، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه. لو عندك كوبايه سميد وكوبايه دقيق هتعملي حلويات فخمه جدا تنافس البسبوسه والهريسه. النهارده هنعمل كرات السميد او البسيمه بطريقه سهله وبسيطه جدا، تطلع بقى طريه ومرمله كده وشاربه الشربات وطعمها حرفيا كده رهيب. لو البسبوسه كمان ما بتطلعش مظبوطه معاكي ومش بتتشرب الشربات، جربي الوصفه دي وانا متاكده ان انت هتنسي البسبوسه خالص وهتعتمدي الوصفه دي عندك على طول. شايفين بقى يا جماعه قد ايه طريه وبتدوب ذوبان؟ تابعوا بقى الفيديو للنهايه وان شاء الله تستفادوا. بس قبل ما نبدا ما تنسوش لايك كتير للفيديو ده، ويلا بينا نشوف الطريقه والمكونات على طول. اول حاجه هنبدا بيها هي الشربات. الحلوه بتاعتنا النهارده بتحتاج شربات يكون متوسط مش خفيف ولا تقيل، وفي نفس الوقت يكون شربات دافي. وعشان نحضر الشربات هنجهز حلة أو كسرولة، وهنحط فيها 1.5 كوباية من المية، مية فترة من الحنفية. هنزود على المية 2 كوباية من السكر، وبدون أي تقليب خالص هناخد الشربات نرفعه على النار. أول ما يبدأ معانا في الغليان بالشكل ده هنزل عليه بعصير نص ليمونة. مش بنكتر بقى عصير الليمون عشان طعم الليمون ما يظهرش معانا في الشربات، وكمان عشان الشربات ما يمررش. هنسيب الشربات على نار متوسطة لمدة 5 دقايق كمان.
وبعد 5 دقايق هنطفي عليه النار وهنديله ظرفين فانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا. احنا عايزين شربات يكون متوسط، يعني مش خفيف ومش تقيل، في نفس الوقت الشربات اللي هنستخدمه كمان يكون دافي. تعالوا بقى دلوقتي نشوف مكونات وصفة النهاردة. أول حاجة بنجهز المكونات الجافة. هنجهز بقى طبق عميق وهنحط فيه كوباية ومعلقة كبيرة من دقيق السميد. وزن دقيق السميد هيكون 200 جرام. دقيق السميد خام مش مخلوط بأي حاجة خالص. هنزود على دقيق السميد كوباية من الدقيق الفاخر، أنا استخدمت دقيق جميع الأغراض. وهزود كمان كوباية إلا ربع من جوز الهند، ونستخدم كمان جوز هند يكون ناعم ما يكونش خشن. لو جوز الهند اللي عندنا خشن نطحنه كده وننعمه شوية في كبة الخلاط. هزود على المكونات دي كمان معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة بمعلقة الشاي، ورشة ملح صغيرة كده عشان تعادل الطعم. وهبدأ ان انا اقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدا. بالنسبة يا جماعة لحجم الكوباية اللي انا بستخدمها، بستخدم كوباية معيارية بحجم 250 مللي. الكوباية دي لو مش متوفرة عندنا بنستخدم اي كوباية عصير، بس اهم حاجة بنعاير كل المكونات بكوباية واحدة. نقلب بقى المكونات مع بعض كويس ونسيبها على جنب. دلوقتي بقى هنجهز باقي المكونات. هنجهز طبق تاني وهنحط فيه تلت كوباية من السكر، وهزود على السكر نص كوباية سمنة سايحة. تقدروا كمان تستبدلوا السمنة بزيت أو زبدة، أو تعملوا خليط بين السمنة والزيت، يعني أي مادة دهنية متوفرة عندنا هتنفع. وهحط عليهم كمان نص كوباية من الحليب. الحليب اللي هنستخدمه هيكون بحرارة الغرفة. وهبدأ إن أنا أقلب كل المكونات دي مع بعض كويس لحد ما كلهم كده يبقوا خليط واحد بالشكل ده. السمنة بقى تختلط كويس مع باقي المكونات زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هناخد الخليط السائل اللي احنا عملناه هنحطه على المكونات اللي جافة، وهبدأ ان انا اقلب بالشكل ده بالراحة جدا بدون اي عجن خالص. نعملها بقى معاملة البسبوسة بالظبط، ما بتتعجنش نهائي عشان لو اتعجنت هتطلع ناشفة جدا ومش هتتشرب الشربات. احنا عايزينها تكون مرملة كده وناعمة وبتدوب. قلب من تحت لفوق كده، ومجرد ما المكونات تختلط مع بعض ودقيق السميد يتشرب المكونات السائلة نوقف تقليب خالص. ده كده بيكون القوام. لو حسيتي بقى ان القوام بتاعها خفيف عن كده شوية، هتزودي كده معلقة او معلقتين من دقيق السميد لحد ما توصلي للقوام ده. ولما نختبرها كده بناخد قطعة ونكورها ونضغط عليها ضغطة بسيطة، مش هنلاقي فيها اي تشققات من النص. ونحاول كمان ما نزودش دقيق السميد زيادة عن اللازم، عشان طبعا دقيق السميد كل ما هنسيبه كل ما يتشرب من السوائل والقوام بتاعها هيتقل معانا شوية. بعد ما بنخلص هنبدأ نشكلها على طول. بناخد قطعة بحجم الليمونة وهنبدأ نكورها في ايدينا بالشكل ده. مش هنضغط عليها بقى، بنسيبها زي ما هي كده. وطبعا اثناء التسوية حجمها هيزيد معانا شوية وبتعمل قاعدة لنفسها. حابين بقى تعملوها اصغر من كده اكبر من كده براحتكم، الحجم ده مناسب جدا بالنسبة لي. اهم حاجة ما نصغرش حجمها قوي عشان احنا عايزين قلبها يكون مرمل كده وتطلع معانا طرية وناعمة وبتدوب. وزنها على الميزان هيكون تقريبا كده من 20 ل 25 جرام. نحاول كمان ما نعملهاش بقى صغيرة زيادة عن اللازم عشان ما تنشفش. بنشكل بقى كرات البسبوسة او البسيمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نرصهم بقى على صينية كده مدهونة بالسمنة، وبنسيب مسافة بين كل واحدة والتانية، لأن طبعا العجينة فيها بيكنج باودر فطبيعي إن حجمها يزيد شوية. عايزة أقول لكم إن هي ما شاء الله بتعمل كمية كبيرة جدا، وغير كده كمان مكوناتها سهلة وبسيطة وبتتعمل في ثواني، يعني دقايق كده وبتلاقي نفسك مخلصاها. وبكوباية دقيق وكوباية سميد هتعملي كل الكمية اللي قدامك دي. ده شكلها كده بعد ما خلصتها خالص. وبعد ما بنخلص هناخدها عشان نسويها على طول. وبالنسبة للتسوية هندخلها فرن سابق التسخين. نشغل الفرن من الأول عشان يسخن قبلها بحوالي 10 دقايق، وهنحطها في الرف الوسطاني على درجة حرارة 190. درجة حرارة 190 يعني درجة حرارة أعلى من المتوسط. هتاخد معانا حوالي 20 أو 25 دقيقة في الفرن وهنلاقيها استوت. أول ما القاعدة بتاعتها تاخد لون ذهبي من تحت بنطفي من تحت وبنولع عليها الشواية عشان تاخد اللون الحلو ده من فوق. أثناء التسوية كنت بحرك الصينية كل شوية كده عشان تاخد لون حلو من كل الجوانب. واول ما نخرجها بقى من الفرن وهي لسه سخنه هنسقيها بالشربات. الشربات طبعا عملناه مع بعض في اول الفيديو. الشربات كمان لو عملتيه وبرد معاكي تقدري ترجعي تدفيه تاني. الشربات زي ما قلنا لازم يكون دافي، عشان لو الشربات ساخن هتتفتت معاكي ومش هتبقى حلوه. وكمان لو الشربات بارد مش هتتشرب الشربات بسرعه وهتاخد وقت كبير جدا عشان تتشرب الشربات. هسقيها كده بالشربات وهسيبها على الناحيه اللي تحت دي حوالي 5 دقايق، وبرجع اقلبها على وشها كمان 5 دقايق. حابين بقى تسيبوها في الشربات وقت اطول من كده براحتكم. هي عموما كل ما بنسيبها في الشربات بتبقى احلى واحلى، بتتشرب الشربات اكتر كده وبتبقى طريه اكتر ومرمله اكتر. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ان هي مرمله وطريه وبتدوب في البق كده ذوبان. لو انت بقى البسبوسه بتطلع معاكي مش مظبوطه تقدري تجربوا الوصفه دي، وانا متاكده ان انت هتعمليها على طول.
غير كده كمان سهلة وبسيطة جدا، ما بتاخدش اي وقت خالص، ومكوناتها بسيطة موجودة في كل بيت. يا ريت كمان تضاعفوا الكمية لان هي طعمها حلو جدا. هتجربوها بالطريقة دي وبالمكونات دي، وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. كمان هسيب لكم كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوباية. هفتحها معاكم دلوقتي عشان تشوفوا هي قد ايه طرية ومرملة ومتشربة الشربات. شايفين بقى يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ رهيبة جدا. ما تنسوش بقى تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات على الفيديو. ولحد هنا وصلت لنهاية الفيديو. ما تنسوش بقى تحطوا لايك كتير للفيديو ده، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي باسم مروة الخطيب، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.